يا صباح الخير، يا صباح الجمال، صباح الخير عليكم حبايبي. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد 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 يعني بجد. بصوا، انا جايبه النهارده ان شاء الله كتاكيت. قبل ما اقول لكم بقى الفيديو، عايزين الاول نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عليه افضل الصلاه وازكى السلام. بصوا بقى الكتاكيت اللي طبعا احنا عارفين بقى الكتاكيت البلدي والكتاكيت الحمراء والكتاكيت البيضاء، كل الكلام ده عارفينه. اول مره انا اشوف الكتاكيت اللي انا جايباها دي. الكتاكيت ديت كتاكيت كلها سودا كده وفيها ايه حته بيضه كده. فانا اول مره الصراحه اشوفها. انا النهارده نازله فلقيت حد واحد كده قاعد بكتاكيت كده، فانا شكلها غريب بالنسبه لي، انا اول مره اشوفها. ايه الكتاكيت دي؟ فقال لي الكتاكيت دي جميزه. احنا هنا عشان في القاهره فبيبقى الحاجات دي، الكتاكيت وانواع الكتاكيت والحاجات دي بتبقى موجوده اكتر في الارياف. هنا في القاهرة في المنطقة اللي أنا فيها دي يعني ما فيش غير تقريبا هو معمل واحد بيبيع الكتاكيت وأنواع معينة كلنا عارفينها. بط، فراخ بيضة، بلدي، حمراء، بس أكتر من كده ما بيجيبش. النهاردة أنا لقيت الكتاكيت دي شكلها غريب، بس عجبتني، شكلها عجبني، وأنا عمري ما شفتها في حياتي. أنا لسه النهاردة أول مرة أشوفها، فقلت اما اجيبها اجرب كده اشوف هي بتتربى ازاي. فسالت الراجل دي كتاكيت ايه؟ قال لي اسمها كتاكيت جميزه. آه قال لي حلوه، لو انت اتعودتي انك تربيها مش هتربي بعد كده غيرها. فقلت خلاص اجيب شويه كده اجربهم، اشوفهم هيطلعوا معايا ايه، وانا بقى ونصيبي فيهم. فالكتكوت من ده رخيص جدا، انا لقيته ب2 جنيه. ده اكتر برضو اللي لفت نظري اكتر وخلاني ان انا اجيب منهم. هو انا ما جبتش كتير، يعني انا جبت حوالي 20 كتكوت. قلت اجربهم، عاشوا ماتوا بقى خلاص مش مشكلة. لو لقيتهم حلوين بعد كده ابقى اجيب منهم تاني. فانا لما جيت هنا فتحت وشفت ناس منزلة على الكتاكيت الجميزة زي ما الراجل قال لي ان هي نوعها كتاكيت جميزة. فجبت فلقيت ان هي يعني اقول لكم انا المعلومات اللي انا قريتها. اولا هي دي لونها اسود وفيها حته بيضه كده في جسمها وفي دماغها بالذات. فقال لك ان الكتاكيت البيضه دي، الكتاكيت الجميزه دي كتاكيت بياضه، فراخ بيضه تبقى بكره دي للبيض. بيقول لك ان هي بتنتج كميه بيض كتيره وكل يوم تقريبا بتبيض. اما الكتاكيت الجميزه اللي هي بتبقى سودا خالص دي للتسمين. فطبعا انا لما جبتهم انا ما كنتش اعرف الفرق ما بين ده وما بين ده، ما كنتش عارفه. انا شفت شكلهم غريب عجبني جبتهم. وكمان سعرهم رخيص جدا جدا جدا. يعني الفراخ البيضة دلوقتي ب17 وب19. الفراخ الحمراء ب15 وفي ب17. فيعني اسعارها غالية. دولت لما لقيتهم كده فقلت اما اجيبهم. فانا طبعا انا بقول لكم المعلومات اللي انا قريتها. فدولت لما شفتهم وبصيت فيهم لقيتهم ان هم كتاكيت لانتاج البيض، فانا فعلا هخليهم ان شاء الله لانتاج البيض. فكمان الكتاكيت اللي هي الجميزة دي زي الكتاكيت الروزي. لما بتكبر بتبقى سودة وفيها نقط بيضة. وبيبقى لحمها قريب من لحم الفراخ الحمراء. وبتبقى انتاجها للبيض عالي اكتر طبعا من الفراخ الحمراء، واكتر من الفراخ البيضة بيبقى انتاجها زي انتاج الفراخ البلدي. في البيض بتبقى انتاجها زي انتاج الفراخ البلدي، تقريبا كل يوم بتبيض. فاحنا هنربيهم مع بعض. حاجة جديدة اول مرة اجيبها، وفي ناس كتير اكيد زيي في القاهرة هنا بيربوا اول مرة يشوفوا الكتاكيت دي او يعني تبقى قدامهم كده. لان الراجل اللي بيبيع الكتاكيت دي قال لي انا جاي من الارياف. فطبعا هنربيهم مع بعض زي ما بنربي الفراخ التانية. هو قال لي ان هي بتاكل علف بس زيها زي الفراخ البيضة والفراخ الحمراء. فزي ما حضراتكم شايفين كده انا طبعا استقبلتهم برضو، كنت مدفيه العشه الاول وحطيت نشاره الاول على الشوال اللي انا حاطاه دوت. وادي جبت لهم علافه. حطيت لهم في العلافه ديت علف بادي 23%، عليه كركم، حاجات بسيطه قوي. وهنا حطيت لهم في الميه بتاعتهم حطيت لهم فيتامين. ده اول يوم ليهم. طبعا هم اكلهم ضعيف جدا بس هم كلوا يعني، بس ده اكلهم بس انا لاحظت طبعا هو اول يوم اي طيور بتبقى اكلها ضعيف جدا. بعد كده لما بتاخد على المكان وتاخد على الاكل بيبقى بتاكل كويس. فزي ما انتم شايفين كده انا بمسك الواحد منهم ما شاء الله قوي، يعني بيحاول ان هو ينزل ولما بيتقلب بيقوم على طول.
فمن الواضح ان هم ما شاء الله ان شاء الله يبقوا كويسين. فاحنا هنربيهم مع بعض وهنشوف النتيجة بتبقى ايه ان شاء الله، وهنبقى مع بعض يوم بيوم في الفراخ الجميزة والفراخ اللي هي الحمراء. طبعا انا من اول ما بقيت اعمل فيديوهات النوعين دولت اول مرة اجيبهم. انا بجيب بلدي وبجيب ابيض وجبت بط، لكن انا اول مرة اجيب الفراخ اللي هي الجميزة والفراخ اللي هي الساسو. تابعوني وان شاء الله مع بعض هنطلع دورة فراخ تكون كويسة اوزانها عالية. ويا ريت اللي عايز يربي يبدأ معايا النهارده، هو يعتبر اول يوم ليهم. نبدأ مع بعض واحدة واحدة. مش لازم تكوني جايبه جميزه، ممكن تكوني جايبه فراخ حمراء زي كده. هم دول بقالهم حوالي 4-5 ايام. وطبعا انا بحط لهم زي ما انا قلت لكم قبل كده، انا بحط لهم الوجبه بتاعتهم اللي هي العلف، وعليه كركم بسيط وعليه حبه البركه او معلقه ثوم او معلقه بصل. وباجي بالليل بحط لهم وجبه تانية اللي هي زي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم، هي عباره عن عسل وعلف وتشيشه ولقمه عيش طريه بفركها او ببلها بالميه وبحطها لهم. فبحط لهم وجبتين في اليوم. طبعا انا اول ما جبتهم كنت عايزه احط دول مع دول، بس انا خفت، انا مش عارفه الجميزه دولت يعني المناعه بتاعتهم عامله ايه. بس انا قريت ان المناعه بتاعتهم تبقى قويه جدا، يعني كويسه جدا زي البلد المشعر كده. فحبيت ان انا افصل الكتاكيت الحمراء عن الكتاكيت الجميزه علشان اعرف عيوبهم ايه بالظبط، واعرف مناعتهم شكلها ايه، عشان لو حبيت ان انا اجيبهم واجرب تاني واجيب تاني ابقى فاهمه اتعامل معاهم ازاي. ما حبيتش ان انا اسيبهم مع الفراخ الحمراء، مع ان الراجل قال لي ممكن تسيبيهم مع الفراخ الحمراء لو هي لسه بقالها جايباها بقالك 4-5 ايام. بس طبعا انا عايزه اول مره اجرب واول مره اشوفهم، فعايزه اعرف بالظبط هم بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، مناعتهم شكلها ايه. مش عايزه اخلطهم مع طيور تانية دوت، لان انا لسه اول مره اجيبهم. فاتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واذا وصلتي لحد هنا يا ريت تعملي لي اشتراك ولايك وكومنت، وان شاء الله القناه تكبر بيكم باذن الله. واتمنى ان انتوا تشجعوا اختكم عشان القناه تكبر ان شاء الله. والله يا جماعه اما الواحد بيلاقي ان في يعني كومنتات وبيلاقي لايكات كتير وبيلاقي عدد مشتركين، الواحد بيتشجع وبيجيب طيور تانية وبيربي طيور تانية معاكم وبنشجع بعض. طبعا ما ننساش ان احنا التدفئه بتاعه الطيور تكون التدفئه بتاعتهم تكون كويسه. طبعا بشوف، انا ما عنديش مثلا ترمومتر، انا بشوف العشه بحط ايدي فيها بشوفها اذا كانت بارده او سخنه او الجو عامل ازاي. طبعا انت بتلاحظي طيورك لو لقيتيهم كلهم واقفين تحت اللمبه ده دليل على ان هم بردانين قوي. لقيتيهم ان هم كلهم راكنين على جنب وسايبين اللمبه، يبقى كده درجه الحراره عليهم عاليه. فطبعا انت بتلاحظيهم من وقت للتاني. وبرده ما تنسيش ان انت لما بتقفلي العشه وخلاص مثلا وقت بالليل بتروحي مغطيه وبتسيبي منفذ ان هم يتنفسوا منه هوا نضيف. ما بكتمهاش خالص وما بقفلهاش خالص، بسيب ليهم جزء كده بسيط بيتنفسوا منه. طبعا انا طول النهار لان الجو حر مع اللمبه، ان اللمبه طبعا سخنه 100 واط فبتدي حراره عاليه. طبعا انا ببقى سايبه الباب طول النهار مش متغطي زي ما انتم شايفين كده. اول ما بيجي بالليل بروح بقفل الضلفه السلك وبسيب طبعا ربع منها كده بس هو اللي بيبقى بيجدد الهواء. ما ينفعش ان انا اكتم الباب خالص. وطبعا انا هعمل نفس الموضوع مع الكتاكيت الجميزه ديت، ان انا برضو بقفل عليهم وبدفلهم المكان، باخد تربيتهم كاني بالظبط بربي فراخ حمراء او فراخ بلدي صغيره. لان هو بيقولك من فصيله الفراخ البلدي المشعر او الفراخ الهجين. فطبعا فبنعملهم نفس معاملة الطيور اللي احنا بنربيها الصغيرة لحد ما نشوف بقى النتيجة بتاعتهم هتبقى شكلها ايه. ان شاء الله بإذن الله يطلعوا كويسين ويطلعوا فعلا الفراخ اللي هي لونها اسود اللي بتبقى منقطة بابيض، لان انا كان من زمان نفسي اجيب زيها. بس انا كنت عارفة ان هي اسمها الفراخ الرزي او الفراخ هي اسمها الرزي تقريبا. فدي كنت بشوفها لما باجي اشتري فراخ من السوق فكانت بتعجبني قوي. فاتمنى ان الفراخ الجميزه دي تطلع زيها كده اهوت. وبعدين لازم نهتم بيهم كويس وندفيهم كويس ونهتم باكلهم وبشربهم. مش معنى ان الكتكوت ب2 جنيه ان هو خلاص عشان رخيص ان احنا نعمل فيه، لا هو ممكن يكون سعره رخيص لان العلف بتاعه غالي، العلف اللي بياكلوه غالي. فاحنا نجرب مع بعض وان شاء الله يطلعوا كويسين.
ويجيبوا اوزان معانا وان شاء الله انا لو لقيتهم كويسين وكبروا انا مش هذبح منهم كده، انا هسيبهم للبيض اشوف البيض بتاعهم، لان بيقولوا ان البيض بتاعهم بيبقى اكبر من البيضه البلدي، تبقى بالظبط زي البلدي ولكن تبقى كبيره قوي عن البلدي. فطبعا انا هبقى معاكم واحده بواحده وهنجرب مع بعض وهنشوف ان شاء الله يبقوا كويسين ونجيب تاني زيهم. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، واترككم في رعايه الله. مع السلامه.